انا جاي وبقول لك الاهلي لن يستطيع ان ينسحب من الدوري المصري، لن يستطيع ان ينسحب من الدوري المصري. اداره النادي الاهلي ليس لديها القدره على الانسحاب من الدوري، ليس لديها القدره. شوف، انا مستعد اتحدى اي مخلوق يقول لي ان الاهلي هينسحب من الدوري. ليه يا باشا؟ لقيت اسباب. اولا، البطوله دي بطوله محترفين، والانسحاب من الدوري بيجي عليه عقوبات على النادي الاهلي اكبر بكتير من النادي الاهلي يستحملها. لا، النادي الاهلي مش هينسحب. طب لا، انت عارف حضرتك، بس عشان افهمك حاجه، اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي ملتزم بعقود مع الرعاه. الرعاه دي اللي هم البث الفضائي ورعايه التيشيرت ورعايه الفريق، والاعلانات اللي بتيجي الاعلانات اللي بتيجي بالرعاه. فانسحاب النادي الاهلي يعني خساره رهيبه جدا للرعاه، او خساره للنادي الاهلي لانه هيرتبط انه هيدفع شرط جزائي كبير جدا للرعاه. هل الاهلي هيعمل كده؟ اكيد لا طبعا، مستحيل يعمل كده، لان النادي الاهلي عنده ميزانيه، والميزانيه دي مرتبطه بمرتبات لعيبه، مرتبطه بمرتبات اداريين، مرتبطه بالتزامات في الفريق. فده كله الاهلي هيجيب فلوسه منين؟ ما هو عنده التزامات مع الرعاه. فالنادي الاهلي ببساطه لن يستطيع انه ينسحب من الدوري، لن يستطيع. المساله مش يلا يا جماعه والله ما احنا لاعبين وهنمشي. ما فيش حاجه اسمها كده. لا، اداره النادي الاهلي عندها قدره، وهي لن تستطيع ان تعمل كده، لان العواقب اللي هتيجي كبيره جدا 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 على النادي الاهلي، اكتر من ان اداره النادي الاهلي تعمله. خصوصا ان اداره النادي الاهلي عندها استاد عايز تبنيه، فبالتالي انت لو جيت تنسحب، اي حد داخل معاك شريك في هذا الاستاد مش هيخش. انت شخص مش مستقر، فالانسحاب ده مستحيل انه يحصل. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ هو الترضيه من الاخر. يعني النادي الاهلي عايز ايه؟ طيب طب ممكن نعمل كذا، طب ممكن نعمل كذا، ممكن اللي ينسحب من ماتش، مع ان الانسحاب من الماتش هيجيب خسائر كبيره برضه على النادي الاهلي. طب لا يا جماعه، طب احنا ممكن عشان خاطرنا، طب عشان خاطر مش عارفه مين. يعني اي حوار ترضيه ما بين النادي الاهلي واتحاد كره القدم بس. طيب واحد يقول لك طب اداره النادي الاهلي تعمل كده ليه؟ لان ببساطه هو النادي الاهلي هو النادي الاكبر جماهيريه في الكوره في مصر، ومعظم الانديه التانيه ما عندهاش جماهيريه. فانت الاهلي والزمالك، فاما ينسحب النادي الاهلي فحضرتك بتخسر القيمه التسويقيه للدوري بتاعك. فده ضغط من النادي الاهلي على اداره الكوره في مصر، او اداره الكوره بتاعه الدوري المصري. طيب ايه الصح اللي المفترض يحصل؟ زي ما قلنا مليون مره قبل كده وهنعيد تاني يا جماعه، الصح اللي المفروض يحصل هو دوري مستقر بمواعيد ثابته واضحه، وضوح الشمس، بدون اي مؤجلات، وبدون او مؤجلات تبقى قليله جدا، وبتبقى احنا عندنا خطه هنلعب من كذا لكذا بمؤجلات كذا، الفريق ده هيعمل كذا، كل حاجه واضحه، جدول محطوط والدنيا ماشيه زي الفل. ده الصح انه يتعمل. الصح انه يتعمل اذا كان في حكام هيجوا من بره، يبقى الدنيا ماشيه بقواعد ثابته مستقره على الكل. طيب اللي هيخالف هذه القواعد هيعاقب. الصح انه يتعمل من وجهه نظرنا الشخصيه ان المفترض عدد الانديه اللي في الدوري تقل، ما يبقاش نفس عدد الانديه اللي موجود ده. المفترض عدد الانديه تقل. المفترض ان احنا نشجع بشكل قوي، بدل ما الشركات هي اللي تلعب، لا الشركات تروح تعمل رعايه لفرق كوره، وكل فرق الكوره دي هي اللي تلعب برعايه الشركات، على اساس يبقى عندك دوري فيه انديه كتيره مختلفه، والانديه الكتيره المختلفه يكون ليها جماهير، وبالتالي مفيش اي نادي يقدر يضغط عليك بالجماهير بتاعته. اللي بيحصل ده كالعاده زي ما عارفين بقالنا سنين عبث، ومفيش اصلاح حقيقي للكوره. يا جماعه اعملوا دوري ثابت، كوره ثابته، استادات ثابته، مواعيد ثابته، قواعد ثابته على الكل، قواعد في قدوم الحكام ثابته، بس فضائي كويس، معلقين كويسين، ويشتغلوا كوره بقى حقيقي. لكن كل شويه اصل احنا مش هنسحب، اصل احنا مش هنلعب، اصل الكلام ده ما بيجيبش دوري قوي.